انا متنازله في حياتي عشان نكمل ويستقروا اولادي، بس زوجي شايف انه مأخذ واخده حقوقي وهو مو مقصر. ان انت تكملي في حياتك علشان ولادك دي حاجه كويسه، وما تسمعيش لكلام الناس انه يقول لك ان ولادك هيكبروا وهينسوكي، وانه ما ينفعش تحطي العبء ده على ولادك، وان ولادك هيتاثروا بالبيت. مش معنى انه في جزء واقع ان احنا نهد البيت والمعبد كله. خلاص. فكويس ان انت يكون عندك حس المسؤوليه، وان انت عندك القدره على انك تستحملي علشان ولادك. ده قمه النبل. خلاص. فقدري نفسك وافتخري بنفسك في حاجه زي كده. وطبعا ما تستنيش ان انت بعد كده العائد ان ده هيعود لك قدام ان ولادك يعملوا واحد اتنين تلاته، ما تعرفيش. بس اهم حاجه ان انت بتعملي، افتخري بنفسك انك بتقدمي حاجه كويسه لاولادك. الحاجه التانيه ان انت مش محتاجه تفترضي ان جوزك مش هينفع يتغير، لان دايما بتبقى المشكله عاده في الاسلوب، مش في ان هو مش عايز يبسطك. بالعكس، في الاغلب معظم الناس بتتبسط انها لما تبقى مصدر سعاده للاخرين. بس هو بيبقى الموضوع محبط لو هو مش عارف ازاي يسعد الاخر، ودي بتبقى المشكله كلها. فلما بيكون الطلب الاحتياج عن طريق اللوم والعتاب والانتقاد والرفض فهنا ده بيكون صعب البني ادم الاخر يتقبل ان هو ايوه هنعمل ايه؟ ايه المشكله؟ فين الحاجه اللي تتعمل عشان تبقى انت مبسوط؟ غير لما انت تطلبي بكل وضوح وصراحه، انا محتاج واحد اتنين تلاته. فالواحد اتنين تلاته دول بس الحاجه لما بتطلب ما بيبقاش ليها طعم. لا عادي، بيبقى ليها طعم لما بتطلب اكله انت نفسك فيها تتعمل لك بتتبسطي بيها عادي. ما توهميش نفسك بكل الافكار دي. فاطلبي الحاجه واطلبيها بادق التفاصيل. انا نفسي ان انت وانا عيانه تسال عليا. ممكن تسال عليا وانا تسالني تاكل ايه تشرب ايه تعمل ده بيفرق معايا. نفسي ان انت في مره تخش تدخل. طيب الحاجات الكويسه اللي هو بيعرف يعملها ما تسخفيش منها وما تقلليش منها وما تفترضيش ان هي ولا حاجه. لان ده محبط جدا، ما بيخليش حد يعرف يبقى عايز يطور حتى من نفسه، لانه اللي انا بعرف اعمله اصلا مش متقدر. هطور من نفسي عشان ايه؟ ما هو كده كده مش هيتقدر برضه. وبالتالي اللي بيتعمل يتقدر يعني يتشجع عليه. وتطلبي انت محتاجه ايه، بتبسيط التبسيط. مساله وقت وهتاخدي اللي انت عايزاه.